السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل ريفيو عن أصغر مايك أي صانع محتوى يقدر إن هو يستخدمه. هولي لاند ده يعتبر أصغر مايك تقدر تستخدمه، والجودة بتاعته عالية جدا. العلبة لسه واصلة، نفتحها مع بعض ونشوف إيه هي المكونات. أول حاجة دي طبعا فيها كتالوج ستيكرز شكلها جميل جدا، تقدر إن أنت تستخدمها للمايك. دي أول حاجة تظهر معاك بالشكل الجميل ده، حاجة كده فخمة جدا جدا. ده شكله عامل زي الباور بانك، تقدر تشحنه يو اس بي كده مع بعض. بسم الله. ده المخرج اليو اس بي بتاعه بيتشحن هنا، عامل زي الباور بانك بالظبط، او الايربودز بيبدأ يتشحن. طبعا بينور عندك هنا عشان تشحنه. ما شاء الله نظام العلبة اول ما فتحتها كده نورت معايا. في مايك اتنين، وفي الريسيفر الخاص بالكاميرا. لو انت عندك كاميرا تقدر تستخدم الريسيفر ده. دي تاني حاجة معانا. تبص كده في باقي العلبة عندك هتلاقي فيه عندك اتنين ريسيفر للموبايل، ايفون تايب سي او الايفون الجديد. هل العلبة كده خلصت؟ طبعا لا. نطلع كده بره، نبدأ نشوف، نسحب. بصوا كده، لقينا الشنطة دي نفتحها كده نشوف ايه المكونات اللي فيها. أعازل الضوضاء طبعا اتنين. دي سلسلة هنفتحها دلوقتي ونشوفها مع بعض. ده بقى كليبسة إضافية عشان خاطر تستخدمها، وده خاص بالكاميرا، وده الكيبل التايب سي اللي تشحن بيه. دي كده كل المكونات الخاصة بالمايك. تعال نفتح دلوقتي مع بعض ونشوف ونجرب الصوت مع بعض احنا شغالين. أول حاجة المايك، طبعا ده الشكل بتاعه، ده مكان الشحن هنا فيه، والمايك بيبقى هنا من فوق، وهم عاملين هنا ستيكر صغير كده عشان خاطر يحموا المايك. هنشيله بالظبط يا جماعة. لو انتوا خدتوا بالكم أصغر من الكوين، أصغر من الجنيه. تمام. الميزة بقى اللي فيه إن هو مغناطيس. طبعا ده هيحل مشاكل كتير جدا. ده طبعا هيحل مشاكل كتير جدا موضوع المغناطيس ده، علشان خاطر يبقى شكله مناسب مع الهدوم بتاعتنا وما يبقاش عامل مشاكل كبيرة. ده كده بالنسبة للمايك. ده الريسيفر الخاص بالكاميرا، طبعا المكان بتاعه اهو. وده الاستقبال، وتقدر ان انت تبص هنا وتشوف جودة الصوت عاملة ازاي. وده المايك التاني، اول ريسيفر معانا، وده خاص بالتايب سي للايفون الجديد، او للموبايل نوت اللي هي التايب سي الاندرويد العاديه، او ممكن اللابتوب. وده للايفون فقط. دول كده الاثنين. تعال نشوف السلسله دي. بصوا بقى كده شكل. دي سلسله تقدر ان انت تستخدمها. طبعا شكلها كده تقدر توسع دايره كده. تمام. تقدر ان انت تلبسها بالشكل ده. تقدر ان انت تخليها جوه الهدوم مش باينه. تمام. بحيث ان انت لو طبعا كده ما فيش اي حاجه، لو انت حبيت ان انت تعمل ظهر مايك، طبعا تتاكد ان المايك فوق. تمام. ده كده بالنسبه لايه؟
للسلسله. طيب لو انا مش عايز استخدم السلسله، فانت ممكن تحط دي كده جوه وتلزق عليها دي بالشكل ده. بقى شكله كده، ده كده غير السلسله. طيب الحاجه الثالثه اللي هي معانا ممكن نستخدمها برضه، وهي الكليبسات الاضافيه اللي ممكن نستخدمها لو معايا تيشيرت او قميص زي ما انا لابس. نفتح ونشوف كده. بص دي كليبسه قويه جدا، انت ممكن تعمل لها بالشكل ده، وتقدر ان انت تحط عليها المايك وتتاكد ان المايك فوق بالشكل ده. نشيلها. طبعا احنا بنصور او بنسجل بمايك تاني غير المايك ده. دلوقتي مع بعض هنعمل تجربه، هنركب المايك ده ونبدا نشوف الصوت. طبعا في عندنا عازل الصوت، طبعا شكله قيم جدا. لو احنا عملنا كده ركبنا ده المايك، نتاكد طبعا ان الصوت بتاعه مظبوط عشان خاطر يعزل الصوت او يعزل الضوضاء. كده احنا ركبناه مظبوط تمام. وتقدر ان انت تحط دي بالشكل ده، وتقدر تعمل لك كده شكله شيك شكله قيم. تقدر تخليها على السلسله اللي موجوده من الداخل، اللي هي موجوده بالفعل من الداخل في سلسله قبل كده لبسناها. تقدر تعمل كده شكله. طبعا هنجرب كل الكلام ده مع بعض دلوقتي. تعالوا كده نجرب. كده انا شغال بالمايك اللي معايا القديم. هنوقف ونغير المايك ونبدا نجرب الصوت وتقولوا لي ايه رايكم. المفروض ان المايك اشتغل ومدينا لون ازرق. شايفين فرق الصوت عامل ازاي ما بين المايك ده والمايك ده؟ دي كده النقطه الاولى. لو انا ركبته بالفعل عشان خاطر اسجل عليه، بصوا كده انا هركبه من جوه وهتاكد طبعا ان المايك لفوق بالشكل ده. دلوقتي انتوا شايفين الصوت، هل في تأثير حصل في الصوت؟ هل في اي حاجة حصلت في الصوت؟ جودة الصوت افضل بكتير جدا من المايك الاولاني اللي كنت شغال عليه او اللي كنت بسجل عليه. تعالى نعمل حركة تانية. ده هو كده منور معانا لون ازرق. شايفين اللون الازرق ده؟ في هنا زر صغير لونه اصفر، لو انا ضغطت عليه هيتحول معاك اللون للون اخضر، وده بيعزل الضوضاء واي هواء واي صوت جنبك ممكن يأثر عليك في الفيديو. ده كله بيشيله. وبرضو انتوا هتقولوا لي دلوقتي لو في اي صوت، في اي اصوات، انا بحاول اعمل اي اصوات بايدي، هل بتظهر معانا ولا لا؟ دي كده الجزئية الاولى. لو جينا بصينا بقى للجزئية التانية، وهي لو انا ركبت ده عازل الضوضاء هيبقى شكله عامل ازاي؟ بالشكل ده. طبعا انتوا كده اكيد لو في اي هوا، هل سامعين الكلام ده؟ لا انا لسه هشوفه طبعا بعد ما هخلص تسجيل علشان خاطر اقدر اقيم ما بين ده وده وايه افضل وهكذا. ده مايك من هولي لاند لارك M2. المايك ده اي صانع محتوى هيحتاجه. ولو انت مش عايز المايك يظهر معاك، انت ممكن تركب السلسله دي جوه الهدوم وتقدر ان انت تسجل وانت اصلا مش باين منك اي حاجه خالص. ده هيساعد ناس كتير جدا، هيساعد ناس كتير جدا وهي بتسجل المحتوى بتاعها، مش عايزه ان هو يكون المايك كبير وعامل لها اي ازمه او عامل لها مشكله. في الريسيفر الخاص بالتايب سي موبايلات الاندرويد والموبايلات الايفون الجديده، والريسيفر الثاني الخاص بالايفون فقط. في ريسيفر الكاميرا، في 2 مايك، في الشحن. دي تقدر تشحنها فول، تشغل المايك الواحد 10 ساعات فأربع مرات. يعني إذا المايك تقدر تشتغل بيه 40 ساعة، تقدر تشتغل بيه 40 ساعة من خلال الباور بانك ده أو العلبة بتاعته دي. وتقدر إن أنت تشحنه مرة تانية وتالتة ورابعة، يعني كل مرة ب10 ساعات، يعني 40 ساعة للمايك الواحد لو أنت شحنت الباور بانك ده بشكل فل. دي كانت تجربتي مع المايك. المايك تحفة جدا، فرق كبير جدا ونقلة كبيرة جدا بالنسبة لي في تسجيل المحتوى بتاعي اني استخدم مايك من هولي لاند لارك M2. بنصح اي حد فيه
موجود على امازون، موجود على نون، تقدر ان انت تستفاد بيه. هيغير جدا 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 من صوتك، لان الصوت هو يعتبر اهم حاجة نقدمها للجمهور بتاعنا. شكرا ليكم، السلام عليكم.